مرحلة الرضاعة الطبيعية من أهم مراحل حياة الأم والرضيع، لذلك يجب على الأم اتباع نظام غذائي سليم. في هذه الفترة كيتم استهلاك العديد من السعرات الحرارية وخسارة العديد من المعادن والعناصر الغذائية من أجل إدرار الحليب. داكشي علاش خاص الأم تناول وجبات يومية صحية بسعرات حرارية ملائمة ومتوازنة كتراعي الاحتياجات اليومية. ولضمان نظام غذائي سليم، الأم المرضع خاصها تاخذ 4 إلى 5 وجبات كل يوم، اللي كتشمل 3 وجبات رئيسية ووجبة خفيفة ككوب من الحليب أو العصير الطبيعي، خبز بالجبن أو زيت الزيتون، أو فواكه كالموز، التفاح أو الإجاص. كذلك من الضروري للأم المرضع تناول مصادر البروتين والحديد قليلة الدهون مثل الدجاج والسمك والقطاني، مع أخذ الأسماك على الأقل مرتين في كل أسبوع، خاصة الأنواع اللي كتعتبر مصادر أساسية للأوميغا 3 كالسردين مثلاً. وخاصها تناول منتجات الحليب والألبان على الأقل مرتين يومياً، واللي كتعتبر مصدر غني بالكالسيوم. وتناول النشويات والكربوهيدرات المتنوعة والغنية بالألياف الغذائية كالخبز الكامل مثلاً. خلال هذه الفترة من الضروري استهلاك الأغذية الغنية بالفيتامين د والكالسيوم، والحرص على التعرض لأشعة الشمس لمدة 20 دقيقة في اليوم على الأقل، وخاصة الأطراف العلوية والسفلية من الجسم. كذلك في هذه الفترة الأم المرضع خاصها تشرب على الأقل 2.5 لتر من الماء يومياً، اللي كيساعد في زيادة إدرار الحليب وكيمكن الجسم من تعويض كل ما خسرو من سوائل، مع استهلاك المشروبات العصائر الطبيعية والشوربات، والابتعاد ما أمكن عن المشروبات الغنية بالكافيين كالقهوة والمشروبات الغازية وحتى الكاكاو، لأن الإكثار من الكافيين يقدر يكون له أضرار كبيرة على الأم وعلى الطفل بشكل خاص، مثل الإصابة بالاضطرابات المعوية، الإسهال والغازات والتوتر. ولتفادي هذه الاضطرابات وغيرها، يجب على الأم المرضع الحرص على تجنب أنواع الأغذية اللي كتسبب الغازات وانتفاخ البطن، مثل اللفت الملفوف والأغذية الغنية بالدهون كالمقليات. ويفضل عدم اتباع أي نظام غذائي خاص بإنقاص الوزن أي الحمية خلال فترة الرضاعة، وذلك لضمان عدم حدوث أي نقص أو سوء تغذية اللي يقدر يأثر على الجسم ديال الأم والحليب ديالها، وبالتالي على جسم الرضيع. وباتباع الأم المرضع لهذه النصائح غادي تضمن صحة جيدة لها وللرضيع